السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل معانا فيديو لقشطة المولد. بمناسبة المولد النبوي كده نصلي الاول على الرسول ونحط لايك وشير واشتراك في القناة، وتعالوا نبدأ مع بعض الوصفة. اول حاجة هجيب كوباية ونص من السكر. الفنجان او المج اللي هتعايري بيه هو تخليه كل المعايير معايا. دلوقتي انا حطيت كوبايه سكر اهو، وجبت كمان نص كوبايه. هحط عليهم نص كوبايه ميه بنفس برضو المج، نص كوبايه ميه اهو. ومعايا كنت محضره نص كوبايه عسل كلوكوز هحطها عليه. حابه تحطي عسل من التاني مفيش مشكله، بس هيسكر معاكي قوي. هو بيبقى تقيل كده بالشكل ده. هنزله اهوت بالمعلقه وهحطه عليها، افضيه كله اهوت اهو. تمام. ده ايه؟ نص كوباية عسل جلوكوز. يبقى انا حطيت مع كوباية ونص سكر ونص كوباية مية ونص كوباية عسل جلوكوز، ومعايا كيس فانيليا صغير. حسب ما انت عايزة تحطيه حطيه، مش عاوزة برضو اللي يريحك. هفضيه برضو اهوت على المكونات اهو. فضيته اهوت زي ما انتوا شايفين، بيديلها ريحة حلوة برضو، ومش مكلفة الطريقة دي وبسيطة خالص. وهتشوفي الفرق، يعني انت لو سألت على سعرها بره هتلاقيها كبير، سعرها غالي اهو. زي ما انتوا شايفين هنبدأ بقى نقلب المكونات دي ونرفعها على النار اهو. رفعتها على النار اهو. هجيب معايا طبق غويط كبير وابدأ احط اهوت المكونات وهي طالعة من على النار على طول. وهبقى مجهزة 3 معالق اهو جيلاتين اهو، مدوباهم بمعلقه ميه كده، وهفضيهم على الطبق. افضيهم على الخليط اللي انا عملته على البوتاجاز اهو. هبدا افضيهم اهو. وهجيب معايا مضرب. عندك مضرب يدوي ماشي، بس هياخد معاكي وقت. يبقى مضرب بالكهرباء اهو. هبدا اضرب معايا ويتقل كاني عامله كريم شانتيه اهو كده. شايفين يا جماعه الخليط بيبقى خالص معايا اهو، بيتقل اهو. شايفين عامل ازاي اهو. في الحاله دي بقى انا ببقى محضره صينيه اهوت، وحاطه فيها ورق الزبده، وهرشها من تحت بجوز الهند. حابه تحطي زبيب ماشي، حابه جوز الهند في طماطم مجففه زي ما انت عايزه. انا عشان بنحبها بجوز الهند بس حطيت جوز الهند اهو. وما تاخرش اعمل بسرعه علشان الخليط اللي انا ضربته ما يمسكش معايا ويبدا يتعبني شويه وانا بفضيه اهو. هبدا افضيه كله في الصينيه اهوت على جوزة الهند. وابقى حتى ما عندي شويه زبده، ممكن احط كيس نضيف شفاف كده وافرشه في ارضيه الصينيه. اهم حاجه ان ما يتزقش فيه وخلاص اهو. كده فضيته كله اهوت اهو. هبدا بقى بعد كده اعمل ايه؟ انا خلاص خلصت كده اهو. دي المرحله اهي. هبدا اجيب شويه جوز الهند اللي فاضلين مني. انا كنت قسمت نصين، حطيت نص تحت، وهبدا ارش على نص من فوق. وبرده مفيش مشكله لو حابه تحطي زبيب، مفيش اي مشاكل او هفرشه كله من وشه من فوق. وهسيبها تهدى معايا لمده ساعه على الاقل، علشان نقدر نعرف نقطعها ونشيلها كويس اهو. انا بحاول اسرع بس عشان ما اخدش وقت في الفيديو اهو. دلوقتي فرشت وشها كلها وزي ما انتوا شايفينها اهو. كده بقى بعد ما قعدت ساعة وهديت خالص معايا قطعتها وعملت لي الكمية دي. بس اهوت عشان بس وقت الفيديو كده، انا ممكن كنت سبتها شوية كمان تهدى خالص مع نفسها، بس عشان ما اخدش وقت فقطعتها وريتهالك اهوت. زي ما انت شايفه دي الكمية معايا، هي من كوباية ونص سكر عملت معايا الكمية دي، وبأقل تكلفة، وحاجة طعمها حلو، وانت عاملاها بايدك وعارفة مصدرها ايه وكل حاجة. لو وصلت معايا للوقت ده ما تنسيش تعملي لايك بقى وتصلي على النبي، وعشان تتابعيني في الوصفات الجديدة. ومع السلامة.